السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهيره العريضة، ألف مبروك لمجلس إدارته. مبروك للنادي الأهلي فوزه الكبير النهاردة على الترجي التونسي في معقل رأسه، في رادس، في تونس. فوزه 3-0 في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. النهارده الاهلي قدم ماتش كبير جدا بكل المقاييس. قدم مباراة مارسيل كولر النهارده فيها توازن، فيها خليط من الدفاع الصحيح، الدفاع المتزن اللي بيقدر يبني هجمة، اللي بيقدر ان هو يقفل خط الوسط على لعيبة الترجي، اللي بيقدر ان هو يلعب عن طريق الاطراف، اللي بيقدر ان هو يقفل اطراف الترجي قفل نهائي، اللي بيقدر ان هو يلعب في مساحات، اللي بيقدر ان هو يخلق فرص. النهارده الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من 6-0، اكتر من 6-0. طبعا ساعده في كده يعني مستوى الترجي اللي طبعا قدم اضعف نسخة ليه في دوري ابطال افريقيا. بس لعيبة النادي الاهلي واقفة على رجليها، واقفة على رجليها بمعنى ان هي النهاردة نازلة وشعارها المكسب واضح جدا. ممكن يكون المباراة عشان بدون جمهور، ممكن يكون الترجي عنده غيابات، ممكن تكون في عوامل تانية، ولكن الاهلي النهاردة كان بيلعب بروح الفانلة الحمراء، روح الفانلة الحمراء اللي النهاردة كانت واضحة في الفريق ككل. النهارده محمد هاني قدم مباراة من أحسن مبارياته. لازم إن إحنا في وقت ما يكون هو بيقدم مستويات عالية نشيد بيه، ووقت ما بيقدم يعني مستوى قليل إن إحنا ننصح. بس النهارده محمد هاني نجم فوق العادة. كمان اليو ديانج النهارده بيعيد نفسه تاني قبل او النسخه بتاعت كاس العالم للانديه او قبل كاس العالم للانديه، لما كان اليو ديانج اللاعب الفذ الاسطوري فعلا، الدبابه البشريه اليو ديانج. مروان عطيه كمان يعني مش محتاج كلام. طبعا مستمر في التألق، مستمر في اللعب العالي، في الأداء الخططي المتزن. اللاعب اللي هو رمانة الميزان، رمانة الميزان اللي هو عامل توازن دفاعي وعامل بداية هجومية. وطبعا مستوى عالي جدا جدا. صفقة يعني صفقة سوبر فعلا. مروان عطية. حمدي فتحي طبعا مش أول مباراة ولا آخر مباراة متألق فيها، لا حمدي فتحي عرض مستمر، عرض مستمر على إنه بيقدم مستويات مبهرة. حمدي فتحي بيقدم مستويات مبهرة فعلا. يعني نقطة أو محور في خط الوسط فعلا، مسمار. بيشارك في الهجوم، بيشارك في الخط الامامي. طبعا ما فيش خلاف عليه حمدي فتحي. النهارده فعلا لعيبه النادي الاهلي كلهم كانوا نجوم. ياسر ابراهيم بيستمر في مستواه العالي في دوري ابطال افريقيا، ده اللي اسمه مدافع دوري ابطال افريقيا. المدافع اللي هو في الكرات العاليه تلاقيه، اللي هو ما يترقص بسهوله، اللي هو فدائي، اللي هو ومحمد عبد المنعم كمان بيكونوا صخرتين، يعني صخرتين جامدين قوي في دفاع النادي الاهلي. من هنا النادي الاهلي فعلا بيبتدي سياسه ابدا بالهجوم والتوازن في خط النص، وبعد كده الانطلاقه الهجوميه. كهربا النهارده كان فعلا نجم، يعني طبعا يعني نجم مستمر. طبعا ضيع فرصه في الشوط الاول، انفراد رهيب، يعني انفراد صريح جدا بحارس مرمى الترجي، ولكن فشل فيها. انما عوض في الجون الثالث. طبعا بيرسي تاو النهارده ليه مساحه كبيره معانا. ليه؟ بيرسي تاو ده لاعب فعلا تكتيكي من الدرجه العاليه. كان هيبقى في مهب الريح في بدايه الموسم، لكن مارسيل كولر بعين الصقر، بعين الخبير، بعين اللماح، ما بيحبش ويكره. ممكن يقول ده اللاعب ده من ايام بيتسو موسيماني، واللي جابه بيتسو موسيماني وكده. ما عندوش الكلام ده، ما عندوش جو النفسنة. لا، مدرب واعي تكتيكيا، عارف اللعيب العالي، صبر عليه في اصاباته بعد ما كان ممكن نادي الاهلي يبيعه، ولكن اصبح هو نجم فوق العادة بيرسي تاو. ولاعيب مؤثر في دوري ابطال افريقيا السنة دي، جاب جونين من احسن الاجوان. وطبعا مهاري مهاري مهاري، وهو بيلعب طبعا
وينج، او طبعا وينج شمال، بيقدر يهدف وبيقدر يهدف من اي وضع. لعيب عالي جدا جدا جدا، وهيبقى هو طبعا الأداة الفعالة أو اللاعب اللي بيقدر إن هو يديك الأغلبية الهجومية، أو يديك الميزة الهجومية اللي بتلاقيه في أي وقت. بيرستاو النهاردة أحرز هدفين، وكهربا أحرز هدف، وكان الأهلي ممكن النهاردة بعد نصب السيرك اللي عمله كان يقدر يجيب 6 جوان لولا بعض الأنانية واللعب الفردي. الأهلي بيستمر في مستوياته العالية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أفريقيا، على عكس طبعا دوري المجموعات اللي اتلعب، ان الاهلي صعد. طبعا لازم نقول ان الاهلي صعد بنتائج الاخرين، بس اعتمد على نفسه بعد كده. وفعلا ده الاهلي بتاع مرحلة اللوك اوت، اللي هو مرحلة تكسير العظام، اللي هي بتبقى خروج المغلوب. النادي الاهلي النهاردة بيعيد طبعا 3 دوري ابطال افريقيا النهائيات، شارك فيها ال3 الاخرانيين 3 نسخ، بيشارك في النهائيات او بيشارك في المباراه النهائيه. النهارده الاهلي بيضع زي ما بيقولوا كده قدم ونص في الدور النهائي، مش قدم واحده، لان النادي الاهلي كسب 3-0 في تونس. فالنادي الاهلي النهارده خلاص بيقول ان شاء الله مباراه العوده اللي يوم الجمعه دي هتبقى تكليل لمجهوده، وهيقدر يوصل النهائي عشان يلاعب الكسبان من صن داونز والوداد المغربي. واحنا في انتظار النادي الاهلي عشان يفرح مصر كلها ان شاء الله وياخد بطولة افريقيا. وطبعا النادي الاهلي مش جديد عليه بطولة افريقيا، وان شاء الله من نصر النصر للنادي الاهلي. الف مبروك لجماهيره، الف مبروك لمجلس ادارته، وان شاء الله من نصر النصر للنادي الاهلي العظيم. وان شاء الله انتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.